في لحظات معينة كده الخوف بيظهر من غير ما يستأذننا حتى. مش لازم يكون الخوف من حاجة كبيرة ولا عشان يبقى في مثلا كارثة حصلت، بالعكس تماما. ممكن تبقى انت خايف تاخد خطوة معينة، أو هي أصلا في الأصل خطوة بسيطة، أو كلمة عايز تقولها خايف انك تقولها، أو قرار هتموت وتاخده بس برضه خايف. فقلبك ساعتها بيضرب بسرعة كده ويقولك طيب لو فشلت هنعمل ايه؟ طب لو الناس ضحكت علينا؟ طب لو كل حاجة راحت؟ فالخوف هنا مش بيبقى بس فكرة، لأ، ده بيبقى سجن، ومفتاح باب السجن ده بيبقى في ايدك، وانت بتبقى خايف انك تروح تفتح الباب ده اصلا. النهاردة هنتكلم عن الخوف مش كأنه عدو، هنتكلم كأنه صوت بيقولك في حاجة محتاج تواجهها علشان تتحرر، فتحرك. ريم كانت بتحلم تكون مغنية من وهي صغيرة. كانت بتغني لنفسها في المراية كده بس بصوت واطي، علشان كانت خايفة حد يسمعها. كانت كل ما تفكر تغني قدام حد قلبها بيدق بسرعة جدا، وكانت بتفتكر واحد ضحك عليها وقال لها صوتك غريب قوي على فكرة. الكلمة دي فضلت جواها سنين وسنين. الكلمة دي خلتها تسكت كل مرة تبقى كانت عايزة تغني فيها. وفي يوم صحابها قرروا يشاركوا في حفلة صغيرة كده، وطلبوا منها انه تغني معاهم. هي ضحكت كده وقالت انا يا جماعة لا، ده انا مستحيل اعمل كده، انسوا. بس جواها كان نفسها تقول قبل الحفلة بيوم فضلت سهرانة بتغني وهي بتعيط وبتقول لنفسها انا هغني حتى لو صوتي مش حلو، عايزة اواجه ده، عايزة اخلص من الخوف ده. طلعت على المسرح، صوتها كان بيترعش في الاول، بس بعد اول سطر بدأت تغني فعلا من قلبها. من رأيي الخوف من الرفض أو من السخرية أو من رأي الناس هو أكتر حاجة ممكن تكتم الأصوات اللي جوانا. وعلى فكرة ريم ما كانتش خايفة من الغنى إطلاقا، لأ، هي كانت خايفة تسمع نفس الجملة القديمة تاني. بس أوقات اللي بيخوفنا هو نفسه اللي بيحررنا، بس إحنا نواجهه. ولو بتحس إنك خايف تعبر عن نفسك، جرب كده اسأل نفسك أنا حابب ده فعلا ولا لأ. مش تسأل نفسك هيعجبهم ولا لأ. وساعات كمان الشجاعة بتيجي لما انت تتحرك، مش من قبل ما انت تتحرك. ودايما لازم خلي صوتك يوصل حتى لو بيترعش. عبر عن نفسك حتى ولو بخطوة بسيطة، بس ناحية اللي انت عايز تروحها فعلا. وفكر دايما ان في حد طول الوقت استني يسمعك، لانك هتلمسه حتى ولو بكلمة بسيطة. الخوف مش عيب ومش علامة ضعف أبدا، ده بالعكس. الخوف ده معناه إن الحاجة اللي انت عايزها دي أو خايف منها دي انت خايف تخسرها أو ما تطلعش زي ما انت متخيل كده بالظبط. بس أقولك على حاجة، إنك تقف مكانك وتسيب الخوف يوقفك هو ده الخطر الحقيقي. كل مرة تواجه خوفك حتى ولو بخطوة صغيرة بتقرب من نفسك أكتر، وبتكتشف إنك أقوى مما كنت تتخيل أصلا. ولو في حاجة جواك نفسك تقولها قولها، ولو في حاجة نفسك تعملها اعملها، ولو في خطوة مأجلها خدها. حتى لو رجلك بتترعش على فكرة، أو حتى لو صوتك مش ثابت، المهم إنك تبدأ، لأن أول الطريق بيبدأ بس بخطوة مهما كانت بسيطة. وده كان بودكاست قبل النوم. لو القصة لمستك ابعتها لحد خايف ياخد الخطوة مثلا، ويمكن كلمة واحدة تغير له طريقه. استناني في الحلقة الجاية بموضوع جديد وحكاية جديدة من اللي بنقفل بيهم يومنا وبنفتح بيهم أبواب للراحة. تصبح على خير وسلام من كل القلب.